كل سنة وانتم طيبين. مناسبة حلوة زي ديت لازم نحضر فيها العاشورة كده مع بعض بطريقة بسيطة قوي وسهلة وكمان بطريقة ناجحة جدا. العاشورة مفيدة جدا سواء ليكي او كمان لو عندك اطفال، مهم جدا ان هم ياكلوا منها. مهم كمان ان العاشورة تطلع معاكي كريمية من اول معلقة وانتي بتاكليها. انا دايما كده عندي مشكلة مع العاشورة واخوها الرز بلبن، ان الطبق اللي انا باخده لو اخدت منه اول معلقة وحسيت ان هو كده بيتقطم قطم، انا ما بكملش الطبق خالص. العاشورة لازم تكون كريمية خالص، ما تكونش جامدة كده ولا تكون متماسكة. هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة قوي. العاشورة كمان من الأطباق السهلة البسيطة اللي لا بتاخد وقت ولا بتاخد مكونات غريبة خالص. وهنقدم كده شوية أفكار للتزيين تخلي الطبق بتاعك شكله حلو. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. في البداية كده أنا معايا 3 كوبايات ونص من الأكواب المعيارية من الغلة أو البليلة أو القمح. غسلتهم كويس جدا 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 لحد كده ما تحسي ان الميه بقت شفافه خالص، وبعد كده هتسيبيها منقوعه طول الليل. انا بحب انقع البليله علشان خاطر ما تاخدش مني وقت اثناء السلق بتاعها، ولا كمان تتهرى مني اثناء التسويه بتاعتها. من وقت للتاني كمان غيري الميه بتاعتها اثناء النقع، لان طبعا اي بقوليات بيبقى فيها نسبه غازات كتير وبتعمل مشاكل في المعده. فحاولي كده على قد ما تقدري ان انت تغيري الميه بتاعتها. بعد كده تاني يوم بقى حله حطيت فيها كميه من الميه تكون بتغلي ورفعتها على النار، وبعد كده ضفت عليها معلقتين كبار من السكر. السكر هيخلي الحبايه بتاعه القمح مسكره وحلوه قوي. حطيت فيها بقى كل كميه القمح، وهسيبها بقى على النار كده تغلي لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير. أول ما تحسي إن الحباية ابتدت إن هي تتفتح معاكي، ارفعيها من على النار وغطيها وسيبيها ساعة كاملة كده في المطبخ. بعد كده بقى بعد الساعة تكشفي عليها، لو فيها نسبة مية كتير ممكن تصفي منها شوية مية. بالهاند بلندر بقى تبتدي كده تطحني شوية، قيمة كده كوباية إلا ربع أو كوباية بالكتير، بس ما تطحنيهاش طحن ناعم، يعني خليها كده برضو تكون الحباية فيها القرشة بتاعتها علشان يبقى طعمها حلو. زي ما انت شايفة كده أنا ما باجيش ناحية الجنب التاني خالص، هي يا دوبك حبة صغيرين كده قيمة كوباية. لو ما عندكيش بقى الهاند بلندر تقدري تاخدي كوبايه كده وتحطيها في الخلاط وضربتين، وترجعي تاخديهم بقى وتحطيهم على باقي القمح. زي ما انت شفتي كده هي محافظه برضو على القوام بتاعها ومش مطحونه كلها. المكونات بقى معايا 2.5 لتر من الحليب، وهضيف نص كوبايه من الكريم شانتيه البودر. بعد كده معايا كوبايه من السكر، ممكن تحطي اقل او اكتر على حسب انت بتحبيها مسكره ولا لا. بعد كده معايا كوبايه من القشطه البلدي او قشطه وش اللبن. معايا كمان نص كوبايه من النشا، وهضيف كمان نص كوبايه من جوز الهند، ده مش للتزيين دوت اثناء السوا بتاع العاشوره. ومعايا كمان المنكهات او المطيبات، معايا معلقه صغيره من القرفه ومعلقه صغيره من الفانيليا، بس كده مش هنحط اي مكونات تانية. هاخد بقى كده العاشوره واحطها على النار وهضيف عليها كل كميه الحليب، بس هسيب نص كوبايه كده على جنب علشان ابقى ادوب فيها النشا. وهقلب كده الحليب مع العاشور على النار يا دوبك بس كده يفكوا من بعضهم. بعد كده هضيف بقى المكونات، هحط السكر وبعد كده هحط الكريم شانتيه، وهقلب كده بعد ما احط الكريم شانتيه لحد ما يدوب نوعا ما يعني. بعد كده هحط القشطه، ويفضل ان هي تكون قشطه وش اللبن او القشطه البلدي، بتخلي الطعم دسم وحلو جدا. بس طبعا لو مش متوفر عندك تقدري تستخدمي المعلبه او اللي هي بتبقى جاهزه. بعد كده بقى قلبت كده تقليبه القشطه مع العاشور على النار، وهحط بقى دلوقتي جوز الهند. انا كنت قاصده ان انا احطه دلوقتي علشان لو هو ناشف معاكي شويه يبتدي يستوي كده اثناء سواء العاشور على النار. بعد كده بقى هنجهز مع بعض النشا، نص كوبايه الحليب اللي احنا كنا سايبينها هنحطها، وهنحط عليها 3 معالق النشا. بس اهم حاجه ان الحليب يكون بارد، ما يكونش سخن ولا يكون دافي علشان النشا ما يكلكعش معاكي. وهقلب كده النشا في الحليب كويس جدا لحد ما يدوب خالص، وبعد كده هبتدي احطه على العاشوره على النار.
وبعد كده هحط الفانيليا وهحط كمان معلقة صغيرة من القرفة. أنا بحب جدا ريحة وطعم القرفة في العاشورة، بس في ناس كتير جدا ممكن ما تحبش الخطوة دي لأن القرفة هتغير لون العاشورة معاكي. أنا اللون مش مهم عندي قد ما تكون طعمها وريحتها حلو، بس تقدري تستبدلي الخطوة بتاعت القرفة دي بإن انتي تحطي فانيليا مع مية ورد أو ماء زهر، بس أنا بصراحة مش من أنصار مية الورد خالص. وهقلب كده كله مع بعضه على النار، يا دوبك بس تحسي ان القوام ابتدى يتقل معاكي، ما تخليهوش يكون تقيل خالص علشان طبعا كل ما بتبرد كل ما بتتقل، ولسه هتدخل التلاجة هتتقل اكتر علشان تفضل كده سايبه معاكي وحلوه قوي. ابتدي بقى كده حطيها في الاطباق بتاعتك زي ما انت شايفه القوام بتاعها سايب مش متماسك خالص، مظبوط جدا. بصي لحد اخر معلقه في الحله وهي القوام بتاعها مظبوط، كمان الحله ما لزقش فيها اي حاجه. كده انا خلاص حطيت كل الكميه في كل الاطباق، ما شاء الله عملت كميه كبيره معايا. دي بقى شويه افكار كده للتزيين. طبعا التزيين دوت على حسب ما انت عاوزه، يعني ممكن تعملي ميكس كده من اي مكسرات عندك وتحطيها، يعني إيه اللي يريحك. طبعا تحطي المكسرات بعد ما العاشوره تبرد بدرجه حراره الغرفه علشان خاطر اي مكسرات هتحطيها ما تنزلش في العاشوره من تحت. بعد ما تخلصي بقى تزيين تحطيها في التلاجة كده لحد ما تبقى باردة كده وحلوة قوي. بصي بقى شكلها جميل ازاي. بعد كده بقى تقدميها، طعمها بيبقى حلو جدا ومن اول معلقة وهي كريمية وجميلة جدا، لا بتقطمي كده قطم منها ولا هي متماسكة ولا جامدة ولا اي حاجة، مظبوطة جدا جدا. وبكده خلاص وصفة النهاردة بقت جاهزة. كل سنة وانتم طيبين، أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكي. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبالهنا والشفا مقدما، وأشوفكم في فيديو جديد.